السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد، عاملين شيش فراخ بطريقة سهلة ويعني طعم تحفة. عايزة أقول لكم خطيرة ما شاء الله. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. دي فرخة كاملة أنا مقطعاها، خليها طبعا وغسلها كويس ومقطعها مكعبات كده، صدور وفراخ مع بعض. معايا بقى التتبيلة. انا حاطة هنا حوالي 4 معالق صويا صوص وكوباية لبن صغيرة، ومعايا بقى التوابل ملح وفلفل وبابريكا وكاري وبصل بودر توم بودر وبهارات شيش. من كل حاجة معلقة صغيرة. معايا بقى مستردة، معلقة مستردة كبيرة، معلقة عسل كبيرة، معلقتين زيت، معلقة خل. دي كده التتبيلة بتاعتنا للشيش. زي ما قلنا ملح فلفل كمون كزبرة، فلفل اسمر، بهارات شيش، بصل بودر توم بودر كاري، بابريكا. ومعايا الصويا صوص. طبعا الصويا صوص بتدي طعم وتتبيله حلوه للفراخ. ومعايا كوبايه لبن، معلقتين زيت، ومعلقه خل. قلبت كده التتبيله كلها ببعضها وهنزل بيها بقى على الفراخ وهقلبها كويس. زي ما قلت لكم دي فرخه كامله مقطعاها قطع كده، يعني خليها ومقطعاها علشان الصدور تبقى قطع معايا حلوة، والفراخ والوراك تدي طراوة حلوة للشيش. هي ممكن تتعمل بوراك بس او بصدور بس، فانا هنا عملت فرخة كاملة. قلنا نغير في ايه؟ في طريقة عمل الفراخ شوية من المسلوق ومن المحمر ومن الصينية ومن الحاجات دي، فقلنا نغير بقى بالطريقة الحلوة دي، طريقة الشيش. معايا بقى بصل، فلفل، طماطم، مقطعاها البصل مقطعاه اربع، ومفصصاه بقى ايه فصوص كده علشان يبقى ايه يعني قطع فرداني كده. يعني قطعت البصل 4 تربع وفصصتها من بعضها كده. ومعايا بقى الطماطم قطعتها حلقات، والفلفل برضو قطعته اربع، برضو قطعته كده قطع صغيرة. ومعايا عيدان شيش. زي ما احنا شايفين بقى هنعمل بالتناوب كده. بعد طبعا الفراخ ما اتبلت حوالي ايه ساعتين كده في التتبيله، حطيتها في التلاجة طبعا عشان الجو حر زي ما اتفقنا. بعد ما اخدت في التتبيله حوالي ساعتين. على فكره ممكن برضو احنا لو مستعجلين نعملها على طول من غير ما نسيبها ساعتين ولا حاجه، حطينا عليها التتبيله نقدر نشتغل بيها على طول، لانها هتدخل الفرن بالتتبيله بتاعتها وهتشرب التتبيله ان شاء الله. هنعمل كده بالتبادل كده، طماطم وفلفل وبصل كده وقطع الفراخ في الشيش كده زي ما احنا شايفين بالتبادل كده. اللي حابب يزود اكتر خضار يزود، اللي بيحب الخضار عايزين تقللوا برضو الخضار براحتكم يعني ايه. دي في ايدينا طبعا. الطماطم مقطعة حلقات، البصل مقطعة اربع علشان يعمل معايا قطع كده فرداني زي ما احنا شايفين. وهندخل بقى بالتبادل كده بصل وفلفل والطماطم. ممكن نحط جزر، ممكن نحط كوسة، زي ما انتوا حابين الخضار اللي انتوا حابينه يعني. بس بالطماطم والبصل والفلفل علشان يستووا معانا بسرعة، وعلشان ايه طبعا احنا مش هنسوي كتير، فالطماطم والبصل ايه ما بياخدوش سوا كتير برضو مع الفراخ يعني. هنخلص بقى الكمية كلها كده زي ما احنا شايفين. انا هنا عامله الفراخ بالتتبيله في الصينيه اللي هسوي فيها برضو، علشان ايه ما نعملش الدنيا يعني. نفس الصينيه اللي انا تبلت فيها الفراخ هي اللي هسوي فيها الشيش. البصل والفلفل اللي فاض مني حطيته في قلب التتبيله كده زي ما احنا شايفين. وهظبط بقى الصينيه بتاعتنا كده زي ما احنا شايفين. هظبط بقى عيدان الشيش كده كلها، وهغطيها بفويل وهدخلها الفرن حوالي نص ساعه تغلي. بعد نص ساعة هشيل الورق من عليها، وهتاخد بقى وش معانا من فوق زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله تحفة. اللي ما اكلش فراخ شيش بالطريقة دي يبقى ما فايته كتير ما شاء الله يعني. عايزة اقول لكم تحفة. جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير. سلام عليكم.